ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ألذ تشيكن ستريبس مع بعض باسهل طريقه في البيت، مقرمش وجوسي. بصي، مش هيختلف عن اللي بتجيبيه من بره، بل احسن وانضف مليون مره من اللي بتجيبيه من بره. تكفي ان انت عاملاه في البيت بنظافه وكريسبي جدا ومقرمش، واللحم بتاعه طري وجوسي. يلا نشوف الطريقه مع بعض. بصي، بدون اي تعقيدات بدون اي افتكاسات هنعمل ألذ تشيكن ستريبس في البيت. طبعا اول حاجه هنا معايا صدرين، طبعا صدرين فرخه. ممكن تستخدمي واحد او ممكن تستخدمي اتنين، او حسب الكمية المتاحة عندك، او يعني حسب ما انتي احتياجاتك للاكل تقدري ان انت تستخدمي. وبتضاعفي المقادير في البهارات. بقطعها شرايح كده بالطول. طبعا الفراخ بتاعتك لو طازة يستحسن ان انت تحطيها في التتبيلة من بالليل، او لو مجمدة زي بتاعتي كده انا هسيبها 3 4 ساعات كده تاخد في التتبيلة بتاعتي. طبعا هنا اللحم بتاعي علشان ما هي مجمده متماسكه، يعني هي مش مجمده، انا حطاها في الفريزر فمطلعاها. طبعا شلت القطعه الفيليه علشان اقطعها لوحدها، طبعا عشان انتوا عارفين ان اطرى حاجه في صدر الفرخه هي القطعه الفيليه ديت، فممكن ان هي بتنهري بسرعه وبتبقى طريه. هنا طبعا انا قطعتها. بعد كده هنزل بقى في البوله بتاعتي علشان اتبلها معاكم. نزلت بمعلقه من الكمون، معلقه من البابريكا، بهارات مشكل. هنزل كمان بمعلقه شطه لو حباها سبايسي، فلفل اسود، كمون، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر. الكلام ده كله تقدري انت تحطيه. عصير نص ليمونه. وهنزل كمان بربع كوبايه من الزيت. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الصويا صوص ومعلقتين من الكاتشب. تقدري تستغنى عن الصويا صوص لو انت مش حابه. وبالملح طبعا نزلت بمعلقه كبيره من الملح. بقلبهم كده كويس مع بعض. بعد كده بنزل بربع كوبايه من الميه ومعلقتين كبار من الطحين، واقلب كل الخليط ده مع بعض واسيبه بقى من 3 ل 4 ساعات في التتبيله بتاعتي. لو انت مثلا الفراخ بتاعتك طازه زي ما اتفقنا تقدري ان انت تجهزيها من بالليل وتركنيها بالشكل ده. التتبيله هتاخد فيها وهتبقى يعني بصي اللحم بتاعك هيبقى متماسك. طبعا عشان انتوا عارفين الفراخ الطازه بتبقى لسه اللحم بتاعها بيبقى طازه، مش بيشد. لا، احنا عايزينها هنا تبقى متماسكه شويه. فانا علشان هي كانت عندي في الفريزر فطلعتها، فاللحم متماسك وشادت شويه. هركنها 4 ساعات بقى ونشوف بعد كده هنعمل ايه بعد 4 ساعات. فات 4 ساعات هنزل هنا بكوبايتين من الطحين، عليهم نص كوبايه من النشا، معلقتين من اللبن البودر، والبهار المشكل. نفس البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيله هي نفس البهارات اللي احنا هنحطها هنا على الدقيق بتاعنا. ونزلت هنا بمعلقه من البيكنج باودر. وطبعا زي ما اتفقنا البهارات اللي حطيناها هنا هي البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيله. بنزل هنا بالقطع بتاعتي في قلب الطحين. وطبعا هنا مجهزة مية ساقعة متلجة، لو عندك فيها قطع تلج تبقى احسن كمان، علشان تدي كده صدمة ان المسام ما تنزليها في المية الساقعة المسام تتماسك كده معاكي. ممكن تنزليها مرة واتنين وتلاتة لو انت حابة حجم القطعة يبقى كبير، او ممكن تنزليها مرتين في المية الساقعة ساقعة متلجة. ولو فيها قطع تلج يستحسن ان هي يبقى فيها قطع تلج كمان، لانها تبقى متماسكة كده. بغلفها بالدقيق، بشيلها كده من التتبيله وبحطها في الدقيق وبرجع احطها تاني في الميه الساقعه بتاعتنا. وبعد كده بيكون مجهزين طاسه على النار. بحاول ان انا انفضها علشان يديكي الشكل المزجزج ده، علشان يديكي طبعا شكل الفراخ بتاعت كنتاكي، اللي هو الشكل اللي انتوا معتادين عليه. طبعا انا مجهزه الطاسه بتاعتي. هبتدي طبعا انا اختبرت الزيت بتاعي، بحطها كده في قلب الطاسة بتاعتي. وبعد كده اول ما بخلص رص الطاسة بتاعتي خالص بهدي عليها النار بقى علشان تستوي براحتها وكمان تاخد لون حلو جدا. ما بحاولش املى الطاسة، وما تحاوليش ان انت مثلا تبطنيها بالدقيق وتركنيها علشان يعني الدقيق ما يجيش عليه ميه وكده وتحس ان هي عجنت معاكي. لا، اللي انت تعمليه تبطنيه بالدقيق اول باول، تنزلي بيه في الطاسة علشان يفضل محافظ على شكله، علشان يبقى كريسبي معاكي بالشكل ده زي ما انت شايف. شغاله تقليب كده من الجنب ده للجنب ده علشان ما ياخدش لون واحد، يعني بديله صدمه كده ان هو ياخد الجنب ده اللون يفضل متماسك معانا. وكمان ما يعني ما تحسيش ان اللون بتاعه اغمق معاكي. وطبعا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوبايه. انا هنا لما باجي اطلعه ما بطلعهوش على مناديل المطبخ علشان يعني يفضل طري، لا بحطه في قلب مصفى
بيكون فيها فتحات من تحت علشان يفضل كريسبي معايا ومقرمش. طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيه كده في قلب مصفى علشان يفضل لغايه اخر واحده كريسبي ومقرمش معايا. طبعا المصفى بتدخله هوا من تحت يفضل كريسبي ومقرمش معايا. طبعا بخلص الكميه كلها. طبعا زي ما اتفقنا اللي تبطنيه في الدقيق اول باول تحطيه في قلب الطاسه بتاعتك، ومن وقت للتاني تحاولي كده باي مصفى ان انت تشيلي اي رواسب في الزيت علشان طبعا ما ينحرقش منك. وطبعا ما تمليش الطاسة، لا تخلي بين كل واحدة وواحدة مسافة علشان يستوي براحته. طبعا انا خلصت الكمية اهي ما شاء الله. طلع معايا الطبق ده ولسه في طبق كمان ما شاء الله. طبعا شايفين كريسبي ومقرمش ازاي، بجد مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. طبعا شايفين اللحم بتاعي، بصوا والله العظيم تحفة ما شاء الله، احلى من اللي بنجيبه مليون مرة. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو.